رغم تزامن موعد نهائي كأس العالم الذي جمع ألمانيا والأرجنتين مع موعد الإفطار بالجزائر، إلا أن بعض العائلات الجزائرية أصرت على متابعة هذه المقابلة في فضاءات مفتوحة لضمان المتعة ومساندة كل واحد فريقه المفضل. راني نتبع الماتش أرجنتين ألمان، إن شاء الله الأرجنتين تربح. راني نتبع لأن كاين ليونيل ميسي، راني سيغ بلي يربح، هو هكا والله هايل هذا. كل الأنظار توجهت نحو الشاشة العملاقة لانتظار الهدف سواء من التانجو الأرجنتيني أو الماكينة الألمانية، رغم تعاطف معظم الجزائريين مع فريق المانشافت الذي واجه الجزائر في الدور الثاني، وأصبحت لهذه المقابلة منزلة كبيرة لدى الجزائريين. فنشوفوا بأنه المنتخب الألماني ربما راح يفوز بكأس العالم اليوم، ونشوفوا بأنه ربما راح يجسد هذا الصمت نتاعو بهدف في الوقت القادم. شوطين كاملين لم يستطع رفقاء ميسي ولا رفقاء مولر من تحريك الشباك حتى جاء الشوطين الإضافيين ليصل جوتي ويمنح الألمان هدف الفوز الذي تفاعلت معه الجماهير مثمنة دور الألمان في مونديال البرازيل، وتبخرت أحلام الأرجنتينيين. يعني هي مقابلة جميلة، استمتعنا وامتع الألمان جمهوره والجمهور الجزائري، وأنا أعتبر أن الفريق الوطني الجزائري هو نائب بطل العالم لأنه خسر في الوقت الإضافي. نعم، أقول ألف مبروك لألمانيا، الماكينة الألمانية التي أثبتت وجودها في مونديال البرازيل، وكان شرف وفخر كبير للجزائر ممثل العرب الوحيد الذي أدى مباراة بطولية وتاريخية رغم أن ألمانيا أسقطت الجزائر في الدور الثاني. وشانا نشوفوا الألمان هم اللي فازوا بكأس العالم، نفتخروا بالجزائريين كأن الجزائر هي اللي ادت كأس العالم. 1 2 3 فيفا الجيري، فيفا الألماني، فيفا الألماني، فيفا الألماني. وأخيرا توجت ألمانيا بطلة لكأس العالم، فوز مستحق زاد من فخر الجزائريين الذين أدوا مقابلة بطولية وملحمة تاريخية أمام الماكينة الألمانية ليسدل الستار ببلد السامبا. حسين بوصالح، بي سبورتس، الجزائر.